السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم في صندوق المعرفة. لو سألت إيه أب أو إيه أم إيه أغلى حاجة في حياتك، فأكيد الإجابة هتبقى الأبناء. وفي مجتمعات البشر الأب والأم بيبقى ليهم وظيفة أساسية، وهي تربية الأبناء، وبيبذلوا طول حياتهم كل مجهود علشان الأبناء لما يكبروا يلاقوا فرصتهم الكويسة في الحياة. ولكن الوضع والقوانين اللي بتحكم عالم الحيوان بتبقى مختلفة حبتين، وبتبقى الأولوية والبقاء للأقوى والأصلح. فبنلاقي طيور بترمي أبنائها من العش، أو بتحط صغارها في أعشاش طيور تانية، وحتى حيوان الباندا اللي شكله طيب عنده نفس السلوك. تعالوا النهاردة نشوف أسوأ الآباء والأمهات في عالم الحيوان. بس قبل ما نبدأ فيديو النهاردة ما تنساش دعمك لينا واشتراكك في القناة علشان يوصلك كل جديدنا. قالك بقى من أشهر الآباء السيئين في عالم الطيور هو طائر الوقواق، وده طائر معروف بالندالة بتاعته، فهو لا بيبني عش لأطفاله ولا بيربيهم أصلا، وبيسيب المهمة دي للطيور التانية. أما أنثى الوقواق لو حبت تحط البيض بتاعها، فبتبدأ اللي هي تدور على عش طائر تاني، وتستنى لحد ما يغادر العش بتاعه، وتبدأ في إلقاء البيض بتاعه خارج العش وتحط البيض بتاعها. وطبعا الطائر المسكين التاني بيبقى مفكر إن البيض ده بتاعه، ولما البيض بيفقس وبيخرج الصغار منه ما بياخدش باله، وبيفضل يغذيهم لغاية ما يكبروا ويسيبوا العش. بس طبعا مش كل عمليات الاحتيال للطائر الوقواق دي بتبقى ناجحه، وفي طيور كده بتبقى لئيمه وبتكشف الخدعه بتاعته. عايز اقول لك ان كلمه وقواق اصلا دي شتيمه بالفرنسيه، وبيقولها للرجاله اللي ما بتاخدش بالها من بيتها، فبيقولوا له يا مؤاخذه يا راجل يا وقواق. ولو بصينا على الفيديو ده هنلاقي طائر تاني اسمه طائر اللوكلوك بيرمي صغاره بره العش، وطبعا ما بيعملش كده علشان هو بيكره الصغار، لا خالص، ولا انه مجنون مثلا. وفي الغالب في طيور كمان بتعمل نفس السلوك، والعلماء سموا السلوك ده من الطيور بتقليل الحضانه. يعني الطائر لو عنده 3 صغار وحس انه مش هيقدر يوكل ال3، فبيضحي بواحد او 2 من صغاره علشان ال2 التانيين يعيشوا، وطبعا بيختار اضعافهم واصغرهم. تعالوا بقى كده نشوف حيوان الباندا، وهو حيوان جميل كلنا بنحبه وبنحب نتفرج عليه، لان شكله بيبقى مضحك وتحس انه دمه كده خفيف، بس للاسف ليه سلوك سيء مع ابنائه. طبعا الباندا من الحيوانات المهدده بالانقراض، وده لاسباب منها عدم حب التكاثر عند الام. حيوان الباندا في الغالب بيولد توأم، والاطفال بيتولدوا فاقدين لحاسه البصر، وجسمهم كده ضعيف شويه ومحتاج لرعايه الام في كل لحظه. فالام بتضم الرضيع بتاعها لصدرها طول الوقت لاطعامه وتدفئته، وطبعا ما بتعرفش تعمل الكلام دوت ل2 ولا 3، فبتختار طفل من اطفالها انه يكمل حياته، والتاني بتسيبه يموت. ولكن طبعا الباندا لو في الاسر او تحت رعايه متخصصين، هم بيقوموا برعايه الطفل التاني وتبديله مع الطفل الاولاني اللي بتختاره الام، وكده الباندا بتفكر انها عندها طفل واحد، وبيتم انقاذ حياه الرضيع التاني. نيجي بقى لفرس النهر او السيد قشطه زي ما احنا بنحب نسميه في مصر. هو طبعا حيوان عدائي جدا مع الانسان، ولما بيغضب بيبقى شرس جدا، فخلي بالك. وهو طبعا متواجد في الدول الاسيويه وافريقيا، ويعتبر من المخاطر اللي بتواجه السكان في الدول دي، طبعا علشان وحشيته الشديده. ولكن مع ان جسمه تقيل زي ما احنا شايفينه، ولكن حركته بتبقى سريعه. طب عداؤه مع الانسان دي عادي ممكن نتقبلها، ولكن الحيوانات دي بتبقى عدوانيه كمان مع بعضها لدرجه شديده جدا. يعني المتعارف عليه في مجتمع فرس النهر ان الذكور بتقتل فرس النهر الرضيعين لسببين. السبب الاول للسيطره على عدد كبير من الاناث. فمثلا في عام 2005 في حديقه هاواي الوطنيه قام ذكر من فرس النهر بقتل رضيع ذكر اخر للسيطره على الانثى بتاعته، والمعركه دي اخذت دقيقتين علشان تنهي بقتل الرضيع، حتى ان القائمين على الحديقه ما لحقوش انهم يفضوا الاشتباك ده باي طريقه وينقذوا فرس النهر الرضيع من ايد الذكر الغاضب. اما السبب الثاني ان فرس النهر بيعيش في قطيع مكون من 10 الى 15 فرد، فلما بيحس بالاكتظاظ او ان في عدد كبير من القطيع، فبتقوم الام بتقديم رضيعها للقتل على ايد الذكر علشان يفضل عدد القطيع زي ما هو. يعني تقدر تقول كده حل مشكله الانفجار السكاني، بس بطريقه فرس النهر. طبعا معظمنا شاف فيلم الاسد الملك، وان الفيلم قائم على صراع ما بين اسدين، وباسلوب خبيث كده ينتصر الاسد الشرير، وبعد انتصاره واستيلائه على العرش بيحاول انه يقتل ابن الاسد الطيب زي ما قتل ابوه. عايز افاجئك ان ده مش قصه الفيلم وخلاص، وان السلوك ده هو السائد في عالم الاسود. يعني لو اسدين اتصارعوا مع بعض، المنتصر بيحاول انه يقتل ذريه المهزوم. يعني تحس ان الاسود سمعوا اجزاء من فيلم سيمبا وعارفين النهايه، ان زي ما قتل ابوه هيعود الابن للانتقام. يعني الشبل ده كده من الاخر هيكبر وياخد طربه. اما بقى بالنسبه للخنازير فسلوكهم اغرب واعجب، لان الام بعد ما تقوم بالولاده بتقوم باكل اطفالها، والعلماء بقى احتاروا في السلوك ده، لان مش كل ام لما اخذ خنزير بتقوم بالولاده وبتعمل كده، وان بعضهم هو بس اللي بيعمل السلوك ده. بعض العلماء كده رجحوا ان الام عشان اتألمت في الولاده بتقوم
بتقوم باكل اطفالها لاحساسها ان هم هيسببوا لها خطر، واحيانا بقى بتقوم بعض اطفالها لحد ما يموتوا. ولكن في المزارع والاماكن اللي بتقوم بتربيه الخنازير بيدوها مهدئات ومسكنات بعد الولاده عشان ما تحسش بالالم، وبينقذوا اطفالها منها. اما بقى في عالم المحيطات والبحار فده موضوع غريب جدا. لو عرفت ان في سمكه اسمها الجثم بتقوم الانثى بوضع البيض، وبيقوم الذكر بحراسه البيض من الاسماك التانيه لغايه ما بيخرج السمك الصغير، ساعتها الاب بيتحول وبيبدا في اكل صغاره. طبعا اللي بيعرف يهرب منهم بيهرب، واللي الاب بيمسكه ما بيرحمهوش. وطبعا كل السلوكيات والعدوانيه اللي احنا شايفينها دي دافعها الوحيد هو غريزه البقاء عند الحيوان والاستمرار في النوع، ودي الفطره اللي ربنا خلقهم بيها علشان نشوف ونقارن ونقول الحمد لله اللي ميز الانسان بنعمه العقل عن غيره من المخلوقات. وبس كده خلص فيديو النهارده. ما تنساش دعمك لينا واشتراكك في القناه.